استنى. والله يا جماعه في الفيديو ده احنا ممكن نشوف اغرب حاجه انا شفتها في السوشيال ميديا. الموضوع بقى غريب ومريب جدا. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده وليه مسكوت عن الناس دي. انا مش فاهم. طب قولي طب استنى هقول بوسي. يلا تعملي جامد. بوسي. لا استنى. والله يا اخويا انا بقلب في التيك توك كده لقيت ان اغلب الناس اللي بتطلع لايفات هي من النوع ده، فسرشت لقيت في ناس كتير قوي بتتكلم عنهم ان دي ام ودول بناتها وهي بتعمل كده فيهم في اللايفات، وبينطقوا اسامي غريبه جدا. هلا ابو طلال، هلا مش عارف ايه، مش عارف موسم الخلايجه بدأ ولا ايه، انا ما اعرفش. قولي قولي لا بلاش. الناس بتقول اقل واحده تعبانه. سلام. ناس كتير بتقول لك بقى دي بتتاجر ببناتها، دي بتلعب ببناتها، دول بياخدوا فلوس، دي بتعرضهم على الخاص للخلايجه علشان يعملوا معاهم مش عارف ايه وبتقبض عليهم. فانا مش عارف ومش متاكد من المعلومه ديت صح ولا غلط، بس احنا لينا الظاهر قدامنا، والظاهر قدامنا ان هي يتصدق ان هي بتعمل حاجه زي دي للاسف يعني. الدنيا كلها الا انتي وبوسي وبطوط. هو كل ده بنهزر معاك والله، ما اقصدش يعني انك تزعل مننا وكده. فايه يا طنط عامله ايه؟ الحمد لله يا قلبي، نورتني يا قلبي. كيفك انت؟ كيف على فكره مفكرني اسمك بوسي. الجميل في الموضوع بقى ان لقيت ناس فعلا بتنتقدها، واكونتات كتير قوي على تيك توك وعلى منصات كتيره جدا بينتقدوا الشخصيه ديت، وفي محامين خدوا الموضوع على عاتقهم يعني وعلى كتفهم، وقال لك ان هي بتضر الاسره المصريه والقيم المجتمعيه والقيم الاسريه والحاجات الجميله دي، وناس فعلا اتحركت وفي محامين قدموا بلاغات. اتلخبطوا بينهم. لا مفكرين بوسي اسمها بوسي الاصلي، بس هي اسمها بسملة. انا اصلا يا جماعه اسمي بسمله، انا اسمي بسمله بس بينادوني بيقولوا لي بوسي، ده راحه بوسي. طبعا انا وانت وانتي في معظمنا ما بيحب يشوف المناظر ديت على السوشيال ميديا. ايه ده؟ في ناس بتحب قوي المناظر دي على السوشيال ميديا، علشان كده في محامين بياخدوا الحاجات ديت على عاتقهم وبيقدموا بلاغات في الشخصيات اللي من النوع ده. الغريبه بقى اني بدخل على فيديوهات الناس والمحامين اللي هم بيرفعوا دعاوى وشكاوى ويعملوا فيديوهات ان هم بينتقدوا الظاهره دي. بدخل على الكومنتات بتاعت الفيديوهات بتاعتهم بلاقي الناس بتقول لهم طب ما تشوفوا الممثلين، وده بيكون غالبا يعني بيبقى ناس اللي هم نفسهم اللي عاملين كده. يعني واحده زي الست دي بيبقى حجتها طب ما الممثلين بيعملوا كده، طب ما المغنيين بيعملوا كده، طب ما مش عارف ايه بيعملوا كده، اشمعنى انا؟ وكأن الغلط يعني والحاجه الوحشه طالما غيرنا بيعملها احنا كمان لازم نعملها. ولقيت كومنتات تانية يعني بتهت قوي المحامين اللي بيتكلموا في الموضوع ده وبتنتقدهم ان هم ما يقدروش يرفعوا نفس الدعاوى والشكاوى ديت لممثل مثلا، لحد زي محمد رمضان، زي مش عارف مين، زي فيديو الانجي علي. ناس ذكرت له الموضوع ده، ما تشوف انجي علي وخالد سليم في الساحل وبالمايو بالحاجات ديت. فبينتقدوهم من ناحيه ان هو ما يعرفش يرفع عليهم دعاوى، لان لو رفع عليهم دعاوى او شكاوى او قضيه هيلاقي ان اللي بيترفع عنهم هم اساتذته اللي علموه القانون اصلا. هو ما يقدرش عليهم، هو بس يا دوبك يقدر على الغلابه. لو افترضنا ان الست دي غلبانه، يعني كلنا شفنا قد ايه يعني شحاتين بيبقوا اصلا اصحاب املاك. فوالله يعني كلامهم بيكون فيه نوع من المنطق. ليه ما بنشوفش برضو محامين بياخدوا على عاتقهم انهم يرفعوا قضيه على ممثل او مغني او بتاع مهرجانات، او ناس قالوا كلام مش كويس او ناس عملوا افعال مش كويسه؟ ليه ما تحاسبوش او ليه ما رفعتوش عليهم قضايا اصلا؟ والله شايف الكلام فيه نوع من المنطق اهو. بس هل ده ان احنا نسكت برضو عن دول؟ لا، ما ينفعش. ما اللي بيعمل حاجه غلط يتحاسب عليها. وبرضو في مقوله بتقول لك المساواه في الظلم عدل. يعني صباح الفل، طالما ما بنقدرش نتكلم عن الناس المشاهير قوي زي الممثلين والمطربين، او بنخاف نتكلم عنهم او نرفع عليهم قضايا، يبقى ما نتكلمش عن دول بقى. فانا ارجو من الساده المحاميين اللي عاملين اكونتات على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى اي مكان، طالما خدوا الموضوع ده على عاتقهم ياخدوه للكل. يعني الكل اللي يعمل حاجه غلط، مش ناس بعينها او الناس اللي احنا
قادرين عليهم فقط. وده مش كلامي، ده كلام الناس اللي عندكم اللي بيكتبوا كومنتات. انا بخش عندكم بشوف الكومنتات كده بصراحه، وكلامي مش لحد معين، كلامي للكل. يعني المفروض نكون على مستوى الحدث مع الناس كلها، او عندنا نفس الفكره او نفس الانتقاد لكل اللي بيعمل حاجه غلط. مفيش خيار وفقوس. ربنا يستر، ويا رب نكون فعلا من القلب عايزين ننظف، مش مجرد ان احنا بنيجي على الغلبان. يعني مش عايز الفكره دي اللي تبقى عامه وتبقى سايده. كده بقى نخش في حاجه جديده ونلاقي صوره منتشره جدا، مش عارف بقى الكابتن شاكر ومنى فاروق ومعرفش مين دي، مش عارفين بقى الصوره هم اللي مطلعينها ولا. يعني انا شفتها منتشره جدا واتبعتت لي عشان اتكلم عنها واقول وجهه نظري فيها. بيقول لك مع الفنانه منى فاروق ووالدتها المحترمه. للاسف برضو لو جينا نبص على كومنتات الناس وكميه الناس اللي اتكلموا في الموضوع ده والكومنتات الغريبه، وللاسف يعني ناس غلطت في والدتها يعني واتريقوا على كلمة محترمة يعني والكلام ده. لو جينا نبص للموضوع يعني هنلاقي الناس بتفتكر لها القديم. طبعا ان الله غفور رحيم والكلام الجميل ده كله، وكل الناس اللي بتدافع على راسي وكل الناس اللي بتهاجم على راسي برضو لسبب بسيط. لان لو جينا ناخد مثال، مثلا انت لو اتعلم عليك في منطقة وعملوا فيك البدع وفضحوك في الشارع ده، هل انت بعد كده فيما بعد بعد ما اكلت العلقة التمام بقى واتظبطت هتعدي من الشارع ده تاني في يوم من الايام فيما بعد؟ ولو عديت وعملت كده مش هيطلع لك عيل صغير مثلا يقول لك يلا اللي اتعلم عليك في المنطقه؟ فبالظبط ده نفس اللي بيحصل مع الاستاذه منى فاروق يعني. وخصوصا الناس بتفتكر لها القضيه القديمه الغير اخلاقيه يعني شويه. فانت بتطلعي لسه على السوشيال ميديا وبتطلعي وعايز تطلعي على الساحه وعايزه الناس تجيبك في افلام تاني وعايزه الناس تنسى. فانا مش عارف الناس تعملها ازاي، بس دي مشكله برضه. فكده الناس مش هتنسى، فبالتالي ما نزعلش بقى من الناس ومن اللي بتقوله. انا عن نفسي ما شايف ان اللي اتلسع في منطقه ما يعديش منها تاني. انا شايف كده وجهه نظري. علشان نخش في موضوع تاني خالص الناس دي عندها ازدواجيه معايير يا كابتن. بص كده الراجل ده بيقول ايه. اوعى تفكر يا استاذ مداهم ان الكافيه اللي انت عملته ده خلاص طلعك السما. مفيش حد بيطلع السما بفلوس حرام. الكافيه من فلوس حرام، والحرام بتاع الكافيه هياخد الحلال اللي عندك لو عندك حلال اساسا، انما انت ما عندكش حلال. انت راجل موصلاتي بتجيب البنات من لبنان توديها فندق هولت الرمسيس عشان يطلعوك على الريتش ويمولوا لك الفيديوهات اللي انت مولتها وتطلع تبقى بالطريقه دي. هتقول لي بقى مش عارف ايه، ده شغل دعاره كله على الطلاق بالتلاته. حسب الله ونعم الوكيل فيكم كلكم يا مشهورين يا اللي سايبين غزه وسايبين الدنيا كلها بتموت وانتوا قاعدين تقولوا كافيه وتجيب نسوان وتجيب. ده انت ربنا هيولع فيك. انت صعيد، انت فخص على الصعيده اللي شبهك يا اخي. طبعا كابتن شاكر اللي ما يعرفوش يعني اشهر من نار على العالم. اي حد مستخدم تيك توك عارف شاكر واعماله العظيمه يعني على التيك توك، والدنيا جميله. لحظه واحده، طبعا هما الاثنين اعمالهم عظيمه جدا، ياما ورونا وفرجونا ودايما بيعرفونا على حاجات جميله جدا. اول مره نشوفها تقريبا بنشوفها عن طريقهم. ناس اعمالهم بتتكلم عنهم يا جماعه، ناس اعمالهم بجد يعني تشرف اي حد من الاخر يعني. ولو في فرق هيبقى الفرق في نوعيه الحاجه اللي هم بيعرضوها، يعني حاجه كبيره، حاجه صغيره، حاجه متوسطه. وطبعا ما ينفعش ننسى ان مش هيبقى كل حاجه كبيره وصغيره ومقلوظه، لازم يبقى فيه شويه حاجات حلوه عشان نحلل الدنيا، ومش دايما هنطلع وحشين. لا، لازم نعمل حاجه حلوه ناس تسقف لنا عليها، نساعد محتاج. يعني مش هيبقى كله كده يعني. واللي عايز اقوله في الاخر ان الاتنين مفيش فرق بينهم يعني. ارحمونا. فالراجل دوت انتقده جامد وبتاع وحاسس ان احنا خلاص فاهم يعني، خلاص هنقضي بقى على الظواهر دي كلها علشان بعديها ب5 دقايق الاقي اللايف ده. مننا محمد يا جابر، تحيه الاميره بنت الناس العظيمه حمود. في ايديا كده يا جماعه ولا ايه دي؟ صلوا على النبي، صلوا على النبي. محمد باشا، محمد باشا يا عسل يا ورده. اميره بتقول تحيا مصر، اميره بتقول تحيا مصر وتحيا مصر. حال الفيوم، الفيوم، الفيوم. قبل ما تقعد
اوعى تقوم عشان احنا بلدنا الفيوم. صباح الفل عليك يا غالي. شرطة في خدمة الشعب، الشرطة في خدمة الشعب. أميرة بتقول كده، الشرطة 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 الأمن والأمان. حبيبي يا أميرة، أميرة يا شرطة، يا شرطة شد شوية يا رجالة، شوية يا رجالة، تكبيس يا رجالة، تكبيس يا رجالة. أميرة يا أميرة حبيبتي يا أميرة. برج. فبجد والله انا منبهر بيك يا حاج، انا منبهر بيك، انا في قمه انبهاري بصراحه يعني، او مش بصراحه قوي ف يا نهار ازرق، الناس بقى عندها ازدواجيه معايير مع نفسها. يعني انت نفسك بتزدوج معاييرك مع نفسك. انا مش عارف انا بقول ايه، بس الناس دي جننتني خلاص، والواحد مش عارف يتكلم بمنطق اصلا مع الناس دي. الموضوع بهوأ على الاخر، ربنا يستر علينا. ويعني يلا الى هنا قد تنتهي حلقاتنا لهذا اليوم. لا تنسى الفولو وسبسكرايب، نشترك في القناه بعد اذنكم. عمو ريشه اصل الحكايه، علشان القناه بقى عليها تراب تقريبا من قله المشتركين. نعمل فولو هنا على صفحه الفيسبوك، وادعوا لي يا جماعه، ادعوا لي يا جماعه، ادعوا لي يعني، ادعوا لي بس ربنا يكتب لنا هجره قريبه. مش عارف بقى الكوكب بلوتو وعطارد، اي حته اكيد هتبقى احسن من اللي احنا فيه ده. السلام عليكم. أصل الحكاية مش معضلة، بحبة إرادة تتحل المشكلة.